تحول فوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2030 بمعية كل من إسبانيا والبرتغال إلى مأتم في الجارة الجزائر. فرغم كون الخبر تصدر كبريات القنوات والصحف العالمية، فإن الصمت أطبق على الإعلام الجزائري، ولم تتطرق أي وسيلة إعلام جزائرية للحدث، كما لم تقدم التهاني للبلد الجار على شرف التنظيم. وتداول على نطاق واسع تدوينات ساخرة من الألم الذي أصاب النظام العسكري الجزائري وألامه عقب إعلان الفيفا فوز الترشيح المغربي الإسباني البرتغالي بشرف عظيم تتشرف به الأمم العظمى. وفي سياق مشابه، هنأ الإعلامي العماني خليل البلوشي المغرب والمغاربة عقب إعلان فوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال. وقال البلوشي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مغرب العز بين الأمم، بلاد البربر والصحراء والأمازيغ، ألف مبروك تنظيم كأس العالم.